أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه الكارثي، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بست حامل اسمها جزيدة، وبتكون راجعة على بيتها وبتطعمي قطتها السوداء، والمسا بيكونوا قاعدين هي وزوجها فكرة وأمه، وبعدها بتطلع الأم على الحمام وفجأة بيسمعوها عم تصرخ، فبيركضوا لعندها وبتقولن يمكن نزل معها السكر، وبتطلب من فكرة يوصلها على بيتها لأنه أدويتها هنيك. وتاني يوم الصبح بيروح فكرة على شغله، وبتجي لعند مرته رفيقتها ديلارا، وهن قاعدين عم يشربوا قهوة. بتطمن ديلارا عليها وعلى حملها، فبتحاول جزيدة تواسي ديلارا لأنه ما بتجيب أولاد. وبعدين بتقوم بتورجيها غرفة البيبي وبتصير تورجيها أواعي البيبي، وبعدين بتقلها رايحة شوي وجاية. بهذا الوقت بتطلع ديلارا شي من شنتايتها وبتحطه بتخت البيبي، وفجأة بتلاقي رفيقتها وراها، فبتقلها انه حطت له خرزة زرقاء او انه لازم تمشي وبتروح. وبالليل منشوف تخت البيبي عم يهز لحاله، وبنت مخيفة عم تطلع من ورا التخت، وبتكون جزيدة بالمطبخ عم تساوي شي تشربه، وبتطلع بعدها بتتسطح على الكنباية وبتخفى. وبعدين منشوفها قامت ووقفت وبتطلع على حالها وهي متسطحة ونايمة. بعدين بتطلع على غرفة البيبي وبتشوف البنت المخيفة وبتصرخ، فبتصحى وبتلاقي زوجها قدامها وبيهديها وبياخدها لتنام بغرفتها. ومنشوف انه البنت المخيفة فعلا بغرفة البيبي. وتاني يوم الصبح وهنن عم يفطروا بيلاحظ فكرة انه جزيدة متضايقة وبيحاول يعرف شبهها، بس بتقوله انه ما فيها شي وبعدها بيروح على شغله. وبالليل وهن نايمين بتقوم جزيدة وبتنزل لتحت وبتمسك مشرط وبتحطه على ايدها، وبهذا الوقت بيجي فكرة وبيحاول يصحيها، فبتصحى وبياخدها على تختها. والصبح بياخد فكرة إجازة من شغله مشان ياخد جزيدة على الدكتور، وبيحاول يقنعها بس جوزيتها بترفض. ولما بتكون واقفة عم تكوي بتحط المكواية على جنب وبتروح، ومنشوف المكواية رجعت لحالها على الأواعي. ولما بترجع بتتفاجأ وبتقيم المكواية وبتلاقي تحتها علامة حرق شكلها غريب. وبالليل بتكون جوزيدة قاعدة بالجنينة وعم تدخن، بيجي فكرة بيقعد معها وبيخبرها إنه راح على الدكتور النفسي من شانها، فبتطلع فيه جوزيدة وبتتركه وبتمشي بدون ما تحكي ولا كلمة. ولما بتكون جوزيدة بالحمام بتصير تحس بشي غريب وتسمع أصوات. وبالليل بتقوم جزيدة وبتنزل لتحت وبترسم على الحيط بإيدها رموز غريبة. وبعدها بتكون قاعدة مع فكرة وبتخبره إنها حاسة حالة تعبانة، وبتقترح عليه إنه يعزموا ديلارا وزوجها كمال على عشاء، فبيوافق فكرة. وبالليل بيكونوا قاعدين وعم يتعشوا، بيخبرهم فكرة بيلي صار معهم. وهو عم يحكي منلاحظ البنت المرعبة ظهرت ورا على المراية ورجعت اختفت. بعدين بيقوموا فكرة وكمال ليتفرجوا على المباراة، وجزيدة وديلارا بيروحوا ليحضروا الشاي، وهن بالمطبخ بتقلها ديلارا ودي لهم الشاي ورجعي لنحكي شوي، فبتودي لهم الشاي وبيقول لهم زوجها عدي معنا شوي، فبتقعد وبتشغل ديلارا سيجارة وبتوقف على الشباك لتدخن. وفجأة بتسمع صوت بكي طفل وصوت موسيقى اللعبة، فبتلحق مصدر الصوت وبتصل على غرفة البيبي وبتلاقي اللعبة فوق التخت شغالة لحالها. ولما بتقرب بتشوف الخرزة الزرقاء موجودة، وفجأة بتنكسر فبتخاف وبتنزل لتحت فوراً، وبتقول له لكمال إنه يمشوا، فبيقول لها استني لتخلص المباراة، بس ديلارا بتكون مصرة. وبالليل بيسألها فكرة لزوجته عن ديلارا وليش قررت تمشي بهالسرعة، فبتقول له إنها ما بتعرف. وبالليل منشوف البنت المخيفة واقفة جنب تخت البيبي، وبعدها منشوف التخت عم يهز لحاله، وبتفيق جزيتها على صوت بيبي عم يبكي، وبتسمع صوت وحدة عم تقلها عطيني الطفل، وبيطلع على الحيط شي أسود. بتصير تصرخ جزيدة وبتفيق زوجها، ولما بيندار بتلاقي شكله مرعب، فبتقوم وبتصير تركض والصوت عم يقلها عطيني الطفل. وفجأة بيجي فكرة وبيشغل الضوء وبيلاقي جزيدة مغمى عليها على الأرض. وتاني يوم الصبح بيسألها فكرة عن يلي صار معها، فبتخبره وبيقلها أكيد نسيتي تاخدي دواكي، وبيقلها ترتاح اليوم وبيروح على شغله. بعدها بتروح لتبحث عن يلي عم يصير معها على الإنترنت. والمسا وهن قاعدين بتخبر فكرة إنها بحثت عن النت ولقت شي اسمه الكراسي، وهو جن مسلط على النساء الحوامل، وما بيترك المرأة غير ليسرق أو يقتل جنينها. وهو بالحمام بيسمع صوت، ولما بيطلع على غرفة البيبي بيلاقي لعبة التخت شغالة، فبيطفيها وبيطلع. وتاني يوم بتكون جزيدة قاعدة وبتقوم وبتخنق القطة تبعه وبتقتلها، وبتصير تبكي وتضحك بنفس الوقت. وبتطلع على الحديقة بتصير تحفر بإيديها وبتدفن القطة وهي عم تبكي. والمسا بيكونوا قاعدين عم يتعشوا، وبتصير جزيدة تحرك الشوكة بطريقة غريبة، وبيخبرها إنه بكرة حيروحوا على الدكتور، بس هي بترفض وبتتركه وبتقوم. فبيلحقها وبتصير تتصرف بطريقة غريبة وتضحك بصوت عالي، وبتمسك قنينة عطر وبتكسرها، وبتاخد إزازة وبتجي لتجرح تمها، بس فكرة بيمنعها وبيقلها شبكي، فبتضحك بطريقة مرعبة كتير. وتاني يوم بتتصل جزيدة بحماتها وبتخبرها بيلي عم يصير معها، وفجأة بتلاقي حماتها ما عم ترد عليها، فبتنهار وبتبكي وبتشغل سيجارة وبتحرق إيدها وهي عم تصرخ. بعدين بتكون قاعدة وعم تدخن، وبيجي فكرة وبيعصب عليها وبتقول له ما بدها تروح على الدكتور وبتضربه كف.
وبالليل بيحاول يقنعها فكرة إنه ياخدها على المشفى، فبتقله منحكي الصبح. تاني يوم الصبح بتقله إنه حكت مع ديلارا وخبرتها باللي صار معها امبارح، فتهربت منها وما سمعتها، فبتقله يروح على شغله وإنها منيحة. وبالفعل بيروح فكرة وبتصير جزيدة تبكي، وبعدها بتستفرغ وبتصير تتصرف بطريقة مقرفة وتضحك. بعدين بتطلع على الجنينة وبتطلع جثة القطة وبتصير تضحك وتبكي بنفس الوقت. وبالليل وهن نايمين بتقوم جزيدة وبتنزل على حديقة البيت وبتصير تحط على وشها تراب، وفجأة بتظهر البنت المخيفة قدامها، وبهذا الوقت منشوف مرة شانقة حالها بالغرفة. بعدين بترجع على البيت ورجليها كلهم طين، وبتفوت بتتحمم وبتطلع، وهي واقفة بتلاقي فكرة فاتوا معه أمه وديلارا وكمال، وبيقول لها إنه فكر بحكيها لهيك خلاهم يجوا. وبتروح بتوقف قدام المراية وهي عم تضحك، وبتسحب عليهم سكينة، فبيوقف بوشها فكرة وبصير يسميه. وبترجع جزيدة لطبيعتها وبتقول لفكرة تساعدني. وهن نايمين منشوف البنت المرعبة قاعدة جنب التخت وعم تهزه، وفجأة بيطلع صوت وبتصحى جزيدة وبتشوف الحيط عم ينشق، فبتصرخ وبيصحى فكرة على صوتها، وبيشوف الحيط فبياخدها وبيطلع فورا. وتاني يوم بيروحوا فكرة وكمال لعند شيخ وبيخبروه بيلي عم يصير، فبيقول لهم إنه حكي صح هذا الكراسي، وبيسألن وين جزيدة هلأ، فبيقول له كمال ببيتي مع زوجتي، فبيقول لهم الشيخ منيح خلوها هنيك، وبعد المغرب منروح على بيت فكرة. ولما بيسألوا فكرة ليش بعد المغرب، فبيخبروا الشيخ إنه بالرغم من إنه الكراسي بيأثر على الأشخاص الصبح، بس معظمهم بيأثر بالليل، لهيك أفضل وقت لحرقة هو بين أذان المغرب وأذان الصبح. وبيقول لهم إنه تجي معهم جزيدة، وبالليل بيجتمعوا كلهم ببيت فكرة وبيجي الشيخ، وبصير يطق لها رصاص ويقرأ قرآن وهي عم تضحك، ومنشوف البنت المرعبة قاعدة جنبها. بعدين بيطلع الشيخ وفكرة على غرفة البيبي وهو عم يقرأ، وبتصير البنت المرعبة تظهر وتختفي، وبيشوف الخرزة الزرقاء وبيقول له لا تلجأوا لهيك قصص. وبيشوف على الحيط مراية فبيسأله لفكرة عنها، وبيقول له إنها كانت موجودة لما انتقلوا، فبيحملها الشيخ وبيكسرها. وهو عم يقرأ ويدور بيلاقي شقفة قماش ملفوفة وجواتها شقفة لحم معفنة، فبيسأل فكرة عن الخزانة، وبيقول له كمان كانت موجودة لما انتقلوا. وفجأة بيسمعوا جزيدة عم تصرخ وتضحك، فبينزلوا لعندها فورا وبيلاقوها على الأرض والباب مفتوح، وبتقول لهم هذا الطفل لإلنا وحدنا. فبيصير الشيخ يقرأ عليها وهي تصرخ وتقول خراس، بس الشيخ بيكمل، وبصير يسأل الجني من أي قبيلة أنت، وبيقول له إذا كنت مسلم رح أحرقك. وفجأة بترجع جزيدة وبتصير تأشر لهم عليه وبتقول لهم مو شايفينه، وبترجع بتضحك بغرابة، فبيطلب منهم يمسكوها من إيديها، وبيصير يشغل عواد كبريت ويحرقها بوشها ويقول له اتركها. وفجأة بتهدى جزيدة، وبعدها بيطلع الشيخ وبيحفر بالجنينة وبيلاقي باقي السحر، وبياخدوه على البحر وبيلفوا الشيخ كله وهو عم يقرأ ويسمي وبيرميه بالبحر، وبيقول له لفكرة إنه خلصوا منه، وبيطلب منه يحط الدعاء يلي عطاياه تحت المخدة، وهيك ما عاد يواجهوا هيك مشاكل أبداً. فبيسألوا فكرة مين ممكن يكون عمل هذا السحر لإلنا، فبيخبروا الشيخ إنه السحر ما انعمل لإلهم، وإنه غالباً انعمل لست حامل كانت ساكنة قبلهم، بس ما عنده فكرة شو يلي صار فيها. ولما طلعت جزيدة حامل السحر اكتسب قوته من جديد وأثر عليها، وبالأخير منشوف جزيدة ولدت بس عم تنظر بشكل مخيف، وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.